ايه يا ام شيماء؟ ايه يا حبيبتي؟ فيه ايه؟ مرات ابنك مالها يا ام شيماء كده على الفيسبوك عماله تكتب حاجات وتلقح؟ ايه اللي حصل؟ اتخانقوا تاني؟ لا اله الا الله يا رب. ليه يا ام شيماء؟ الولد ابنك ده قليل الادب برضك يا ام شيماء. أنا مش عايزه اتكلم زي ابوها الله يرحمه، ما عملهاش حاجه، هي اللي قلت الادب. طب وبعدين؟ ضربها؟ اختي وقع لها صف اسنانها اللي فوق. مش مشكله يا ام شيماء، اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. يلا اللي ما ربوش اهله يربيه احنا. امم عماله تكاكي يعني عشان كسر لها صف اسنانها؟ دي والله دي ايه ده؟ ايه العيال الفافي ده؟ هي اه عمل لها ايه؟ خرم لها عينيها؟ اليمين ولا الشمال؟ الشمال. كده كده كان نظرها ضعيف فيها يا ام شيماء، مش مشكله. طب زعلانه ليه دلوقتي هي؟ اه كسر لها ضلع. مش مشكله يا ام شيماء، مش مشكله. تقوم كده بس وتشد حيلها. مش هتقدر تقوم ليه؟ كسر لها رجليها كمان. مش طيب. طب خلاص بقى، خلوها تريح كده، تنام على السرير على ظهرها مش هتعرف تنام على ظهرها ليه؟ جالها انزلاق غضروفي من العلقه. طب يا معلش يا ام شيماء، انا عارفه ان ابنك عصبي، انا عارفه الواد ده في عصبي شويه. خلاص بقى يا مش حاولوا تراضوها بقى يا ام شيماء، يبوس على راسها بقى ولا اي حاجه. ما ينفعش حد يجي جنب راسها ليه؟ عندها ارتجاج في المخ. يعني كانت خناقه بسيطه يعني. امال قاعده بتولول على الفيسبوك ليه؟ ايه البنات اللي مش قادره تستحمل الحياه ده هي؟ لا يا ام شيماء، لا، احنا نروح نصالحهم بقى. نطلع انا والولد ابنك ده، انا اخده بقى املص له ودانه قدام بيت ابوها مش هينفع نروح بيت ابوها ليه؟ ابنك راح ولع في بيت ابوها؟ هريح وز يا ام شيماء. كلها حاجات بسيطه يا ام شيماء وتتلحق يعني. ما هو الولد ده عصبي، انا كنت فاكراه من هو صغير عصبي. خلاص نحاول نصالحها بقى ان شاء الله يا ام شيماء، انا هعدي عليكي ونروح نصالحها. خلاص سلام. سلام يا ام شيماء. اما اقفل بسرعه قبل ما تصيبني اللعنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب اشفي ابني عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهالينا في غزه، ويرجع لهم الارض والحق عن قريب باذن الله. يجي السنة اللي فاتت تقريبا أو السنة اللي قبلها، صحينا من النوم لقينا فرح عروسة، هوب العريس جاي بيدخلها العربية، خدها سوبر سوفليكس كده، ضربها علقة، سحلها في الشارع علقة موت. قلنا هرحوز ايه اللي بيحصل؟ قالك ده عروسة اسماعيلية، العريس ضربها في الشارع. لا ايه؟ فين حقوق المرأة؟ فين حقوق المجتمع؟ فين الدنيا؟ فين الناس؟ فجأة لقينا المواقع بالليل راحت على الفرح، العروسه بترقص مع العريس والجري للمتاعيس، مفيش اي حاجه، والعروسه بتضحك الابتسامه من هنا. لقينا المواقع راحت على البيت، قال لك دي العروسه بتاكل حمام، بسم الله ما شاء الله. اتاري العريس ابن عمها وقعد يقول لها لا ومش هنفشكل الجوازه. بعدها بفتره قامت خناقه تانية، اتطلقوا ومجرجرين بعض بسم الله ما شاء الله في المحاكم. امبارح بقى شفت فيديو حاجه يعني قله ادب. خليني اوريكم الفيديو الاول وبعد كده بقى اقول لكم تعليق العروسه الكيوته. ده هنا بقى العريس بيسحل العروسه او بيجرجرها بسم الله ما شاء الله. راح قاعد بقى، قوم بقى إيه اخوها باين انك بقى رايح له ولا؟ طب تعالى لي بقى، تعالى، لا تعالى اهو. خده ونزل بيه بقى تحت يستفرد بيه، والعروسه يا عين امها واقعه وعماله تعيط وما اعرفش ايه. زي ما انتوا شايفين ده فينا صراخ بقى، بس احنا ايه شلنا الصراخ عشان في صوت موسيقى في الفيديو. زي ما انتوا شفتوا دي عروسه في الشرقيه، فرحها كان امبارح. الفيديو ده اتذاع. العريس ما شاء الله ما تفهمش العروسه عملت له ايه، ايا ما كان المبرر ولا ايا ما كان السبب اللي عملت له، ما فيش مبرر ان هو يسحلها في القاعه بالشكل المهين ده. الحمد لله والله عندها رجاله في العيله طلعوا طخ 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 ضربوه. انا لو منهم كنت اخرجوا جثه هامده من القاعه اقسم بالله.
لكن صحيت من النوم بقى، ما انا شفت الفيديو امبارح، بس قلت انا مش فاهمه فيه ايه يعني. انا مش فاهمه ده فرح مين ده، ولا ده يا رب ان شاء الله يبقى مشهد من مسلسل ولا اي حاجه. قال لك لا دي عروسه في الشرقيه وبتبرر اللي عريسها عمله. قال لك الشيوخ قالوا لها ان هو عليه جوست، عليه عفريت يعني امه بيخليه بقى يعمل هذه الحركات بقى، ما يضرب العروسه يقتلها مثلا. كل مبررات وكل الافعال السخيفه بنقعد نطلع لها كلام ملوش اي لازمه. يعني انت تقبلي على نفسك المهانه والاهانه والضرب بالشكل ده وتقولي لا اصل ده جوزي وانا بحبه وما اقدرش اسيبه؟ اذا كان انت يوم فرحك وبتتضربي وبتتبهدلي بالشكل ده، ما بال لما تروحوا البيت هيعمل فيك ايه؟ ناس كاتبالك في التعليقات انتوا ناس ما تعرفوش ربنا. احنا شفنا الموضوع من طرف واحد، طرف ايه؟ ما هو الطرف اللي احنا شفناه ده كفيل ان احنا نخلينا نقول مش قد الجواز ما تتجوزوش، مش عارفين تربوا عيالكم على المودة والرحمة اللي الدين قال عليهم، مش عارفين تربوا عيالكم ان رفقا بالقوارير، وان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وانه يعامل مراته بالمعاملة الحسنة وبالرفق وبالرحمة وبكل حاجة. ما تجوزوش عيالكم، فضوا نفسكم 5 دقايق واقعدوا ربوا عيالكم ان انتوا بتربوا بني ادم، بتربوا انسان سوي يحترم مراته قدام الناس، وبينه وما بينها يحترم مراته في اي وقت. الناس كانت بيقول لك ما يمكن راست مع واحد وهو غار عليه الدم جري في دم، ايه اللي يجري في عروقك انت وهو يعني انا مش عارفه اقول عليكم ايه اللي يخلي واحد ايا ما كان الفعل اللي هي عملته انه يعمل فيها كده وتقول لك اصل هو عليه عفريت. عفريت مين يا ام عفريت؟ عفريت مين بالله عليكي؟ زي مثلا واحد يضرب مراته في رمضان ولا يتخانق معاها ولا يقتل ولا ما اعرفش، يقول لك معلش اصل الشيطان وسوس لي. الشيطان متسلسل يا حبيبي، الشيطان متسلسل يا اخويا. شيطانك انت هو اللي اقوى من الشيطان ذات نفسه، يخليك تعمل الافعال دي ويخليك تتصرف التصرفات دي. اتقوا الله يا جماعه، مش اي حاجه نطلع نبرر لها، ومش اي حاجه نشوفها في العلاقات الزوجيه دي بالاخص. اي حاجه صغيره ما ينفعش ان احنا نعديها. ما ينفعش يبقى مثلا جوزك او لسه خطيبك في فتره الخطوبه يتحكم ما تكلميش فلانه، ما تكلميش علانه، اخواتك ما اعرفش مش عارفه ايه مش عارفه ايه. اللي بيفضل كده بيفضل كده طول العمر. ممكن يقطعك من اخواتك، ممكن يكون بيسوس لك على اخواتك، ممكن يكون بيتكلم على اخواتك، ممكن يكون مبهدل اهلك، ممكن يكون كذا وكذا وكذا. اللي بيعمل كده هيفضل كده طول عمره. في ناس بقى عندها ايه سياسة غريبة شوية، تعمل الطيب قدام الناس، يا بص تحس ان هو الملاك اللي مفيش منه، وهو من تحت لتحت ادي ادي ادي، وهي علشان غلبانة وعبيطة تفضل مصدقة لا ده طيب. تقول لك اصل عليه عفريت. عفريت مين يا اختي؟ يعني عفريت هو اللي طلع لك وضربك وسحلك وبهدلك ومرمطك بالشكل ده؟ ما تقبلوش بالإهانة يا جماعة أيا ما كانت المبررات. اللي بيحب حد مش هيهينه، اللي بيحب حد مش هيقطعه من حد، اللي بيحب حد مش هيعامله بالطريقة دي يقعد يخيره يانا يا فلان يانا يا علان. اللي بيحب حد ده بيحبه كده في المطلق. أنا بحبك عشان أنت كده، أنا بحبك الحب أوله الاحترام. طالما ما فيش احترام خلاص شكرا بقى، شكرا بقى، أي حاجة تاني يلا سلام عليكم. انا قلت هتطلع بقى تقول ده في وفي وده انا هتطلع، وقال طلع تقول لك اصله عليه عفريت. عفريت ابقوا ادانوا له في ودانه بقى يا جماعه قبل الفرح.